كفايه ولا طلع البلوك مرة أخرى. جاي خدش ازازة مية. هاتي املي ازازتين ميه. واحدة يكون في واحدة تانية هنا دلوقتي، هي واحدة كمان. اقتل اللهم كل سعر في ذات حر. اقتل اللهم كل سعر في ذات حر. اقتل اللهم كل سعر في ذات حر. اللهم يا جبار يا قهار يا باطل الاسحار، اقتل اللهم كل سعر في ذات حر. اللهم ابتل سعر العشق والغرام بين الانس والجن والهوام. اللهم ابتل سعر العشق والغرام بين الانس والجن والهوام. اللهم ابتل سعر الياس من الشفاء. اللهم ابتل سعر التعاسة والشقاء. اللهم ابتل سحر عقدة من اثر الطلاسم والصور. اللهم ابتل سحر عقدة من اثر الملابس والشعر. اللهم ابتل سحر عقدة بالتفريق. اللهم ابتل سحر عقدة بمرض الابدان. اللهم ابتل سحر عقدة بمرض الابدان. اللهم ابتل سحر عقدة ان كان من قريب ان كان من بعيد ان كان من اعلى ان كان من اسفل. لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والارض وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيأذي بني آدم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يدمر أسرة. رب البيت انهار زي ما حضراتكم شايفين، صرف كل فلوسه على أولاده وعلى بناته، نفسه يشوفهم طبيعيين زي بقية الناس، ولكن للأسف الشديد في ناس معدومة الرحمة الإنسانية. حسبي الله ونعم الوكيل. حبيبتي انا مش عايزاكي تعيطي، انت بقى بقيتي القدوه دلوقتي لماما واخواتك، عايزاهم يخفوا زي صح؟ ايوه طبعا. فانت قولي لهم يعني اجمدوا كده وانت شجعيهم وما تعيطيش قدامهم علشان خاطر يخفوا زي. ادعيلهم بقى بالشفاء هم كمان. ربنا يشفيهم ويشفيهم. اصعب حاجه في الدنيا على الاب والام ان هم يشوفوا اولادهم تعبانين ويلفوا على الدكاتره ما يعرفوش نوع التعب ايه. راحوا المستشفيات علشان البنت اللي عمرها 18 سنة بتنزف من بقها، دكاترة قالوا هي ما عندهاش حاجة، عملوا منظار، عملوا تحاليل، عملوا كل حاجة يعني طلبها الدكاترة، ولكن دكاترة قالوا هي ما عندهاش حاجة. فجأة الدم بعد ما نزل من بقها بقى ينزل من عينيها. هنا الأب والأم هيتجننوا. فجأة البيت كله من زوجة واختين بنات تعبوا هما كمان، بقوا نفس الحالة بتاعت آية أو آيات. خلونا نعرف الحكاية من آيات، حكاية غريبة جدا، ولكن الحمد لله ببشركم إن آيات تم التعافي تماما. ولكن احنا جينا نرصد لكم ونقول لكم مين اللي بيأذي الناس وليه بتأذوا الناس وليه الناس بتأذي بعضها. يعني بنت زي ديت عملت لكم ايه؟ ليه تأذوها؟ يعني سبحان الله وتعالى. الناس المؤذية دي ربنا ان شاء الله هينتقم منها، لان البنت ما تعرفش اي حاجة، لسه بريئة. يعني اللي بيعمل اعمال او سحر البني ادم ان شاء الله ربنا هيجازيه، يعني اكيد هيشوف ده وهو عايش مدى حياته هيفضل تعبان. خلونا نعرف الحكاية اللي حصلت لآيات. الف سلامة عليكي والحمد لله على السلامة. انت قولي لي، انت لحد اول امبارح كنت تعبان، قولي لي انت كنت بتحسي بايه من البدايه؟ هو في الاول خالص من 3 سنين كده، يعني الحكايه بدات من 3 سنين. يعني انت كان لسه عندك 16 سنه او 15 سنه.
تلاتة رجع دم من بقي وكده، وبابا رفع بيه عند دكاترة كتير، ورحنا المستشفى وقعدنا فيها اكتر من شهرين، وكل الدكاترة طلبوا مننا مناظير وحاجات كتيرة وتحاليل وكلام من ده، وما في الاخر قالوا لنا ما عنديش حاجة. وقعدنا نلف، وفي الاخر لغاية ما دخنا، وفين وفين عقبال ما اتعالجت من الدم. والفترة اللي فاتت ديت يعني انا كنت نايمة والدم نزل من عينيا، وبعدها على طول برضو الدم راح جاي، بقيت ارجع برضو دم من بقي، بقيت عينيا وبقي. يعني انت تعافيتي شويه فتره وبعد كده الحاله دي رجعت تاني؟ بس رجعت اوسخ من الاول بقى، يعني الاول كان بقي بس، دلوقتي كان بقى عينيا وبقي، وبقيت لما اسمع الاذان اقعد اصوت. يعني كل ما تسمعي الاذان بتصوتي؟ فلحد ما ربنا كرمني، ويعني الدم ما كان بينزل من عينيا، يعني انا ما كنتش ساعتها بحس بحاجه غير بدوخه بس، وحاسه عينيا مزغلله. فيعني كانت مشكله صعبه بصراحه. لما كنت بتشوفي الدم ده كان بيحصل لك ايه؟ بصراحه كنت بزعل على نفسي. بس الحمد لله. الحمد لله. تفتكري مين اللي كان بيعمل كده؟ الله اعلم. تقولي ايه للي اذاكي او للي اذيتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عشت ايام صعبه. 3 سنين. 3 سنين في نفس الحاله يوميا؟ كان احوال البيت كانت عامله ازاي وانت تعبانه؟ بصراحه هي كانت متدمره، واخواتي وامي، يعتبر البيت كله كان متدمر. بس الحمد لله لغايه ما قابلنا استاذ ابو عبد الرحمن، الحمد لله عافانا يعني، وجاب نتيجه معانا. بابا لما يأس من الدكاتره قال لي ان هو لف على مشايخ كتير قوي ولكن بلا جدوى. هو بصراحة رحنا لمشايخ كتير، وجا عندنا مشايخ كتير في البيت بس بصراحة محدش جاب نتيجة في الآخر، لغاية ما ربنا كرمنا بصوت تسليم. في فرق بين العلاج بالقرآن الشيخ اللي هو الراقي الشرعي، وفي فرق بين الدجال. انتوا لجأتوا لمين؟ يا رب ما يكون لجأتوا لدجالين. هو بصراحة احنا رحنا كتير، يعني كان في بالقرآن، وفي يعني في كان بيدخل في القرآن. لما يئستوا بقى كنتوا عايزين يعني مجرد امل ان انت تتعافي وخلاص؟ ايوه. فقلت تجربي. بصراحة احنا حاولنا كتير بس ما جاش نتيجة في الاخر. بس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انت مخطوبة صح؟ ايوه. مخطوبة من امتى؟ بقالي دلوقتي 6 شهور بالظبط. 6 شهور. خطيبك عارف بقى ايوه، هو كان بيشوفني وانا بنزل دم من عينيا وكده. كان بيزعل بقى لما شافك كده؟ ايوه، انا كنت بسعى عليه ساعات كان بيبان عليه هو يعني. كان بيسعى معاكي بقى في العلاج وخطوات العلاج بتاعتك؟ ايوه، على طول كان بيبقى جنبي وواقف معايا، ما كانش بيسيبني بصراحه. ما شكتيش في حد ان هو عمل لك سحر، او الشيخ اللي عالجك ما قالكيش هو يعني عمل لك؟ مين اللي عمل لك السحر ولا مش فاهم؟ لا، هو بصراحه يعني لما رحنا عند الشيخ وكده حضر عليا، واللي حضر عليا قال لشخص معين، وقال هو حاطط فين واللي هو عامل والكلام من ده. طلعته؟ لا، ما هو يعتبر انا خفيت منه يوم ورجعت زي ما انا تاني، يعني اكنه ما عملش اي حاجه. يعني دوت الدجال اللي انت رحتيه؟ هو بصراحه كان بيعالج برضه بالقران، يعني كان بيعمل كل حاجه بالقران، بس بمعنى اصح ما جابش نتيجه معاه. طيب احنا برنامجنا علشان يعني توعيه للناس، او يعني نصح الناس من يعني عايزاهم يعرفوا ربنا. الناس اللي بتأذي بشر وبتأذي بني ادمين زيهم بالسحر، تقولي ايه للناس اللي اذتك وللناس اللي بتأذي بعضها؟ حسب الله ونعم الوكيل، هيتردلهم زي ما يتردلنا. اللي حصل فينا هيجي لهم يوم ويحصل فيهم برضه. حسب الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلينا نشوف بابا ايات. اتفضلي. معايا دلوقتي بابا ايات اللي لف كتير على الدكاتره وتعب جدا علشان خاطر اهل بيته. في الاول كانت ايات، بعد ايات مامتها واخواتها البنات طلب منا ان احنا ننزل علشان نوعي الناس ونشوف حالة بيته وبيته اتدمر ازاي. يمكن يكون الناس عندها ضمير وتتراجع عن السحر والاذى اللي بيؤذوه للناس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتعرف بيك. سعد نص من تلوانا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ سعد. انا قلبي معاك على اللي شفته. انا حضرت الجلسة وحضرت الجلسة على زوجة حضرتك. انا يعني الموقف صعب جدا وربنا يا رب يعافيهم جميعا. الف مبروك على شفاء ايات. انا عرفت ان هي الحمد لله اول امبارح كان اخر جلسه الله يبارك. احكي لي كان بيحصل لها ايه؟ هو من حوالي 3 سنين ايات في الدراسه كانت في ثالثه اعدادي، وببص لقيتها بعتلي ان مغرقه درج دم
في المدرسة. في المدرسة، فرحت خدتها وجريت على المستشفى البجور، وبعدين حولوني شبين. قعدت شهر ونص هناك، الدكاترة كلها مش عارفة هي عندها ايه. بعد كده حضرتك قعدنا بقى هناك، فبعد كده خدتها وجريت بقى. قال لك لا، الدكاترة كلها قال لك اجري في المجال التاني اللي هو السحر والشعوذة. يعني الدكاترة طلبوا منك بقى أيوة. ان انت تعالجها. لا، احنا مش هندخل في طريق سحر وشعوذة، لان الدجالين طبعا ربنا يكفينا شرهم، دولت مش دكاترة ولا مشايخ اصلا، ولكن علاج بالقرآن الكريم. الدكاترة نفسهم قالوا لي ما فيش مجال بالنسبة لعندنا، احنا عملنا كم منظار ما فيش اي نتيجة نهائي وما فيش اي حاجة فيه. فاهماني؟ فالمهم قعدت بقى، فقعدت جريب بقى برضو على شوية طوارئ، على ما جت راحت جاية مال الموضوع ده منع. وشويه صغيرين بص لقيت اختها بدراعها ورجليها ماشي، شويه امها رجلها وظهرها. يعني كل واحده فيهم اعراض مختلفه. كل واحده اعراض مختلفه، بجنب اكتريه الجنب مثلا اليمين او الجنب الشمال يبقى على بعضه. فاهماني؟ فطبعا ايه جريت كتير شويه، وايات ابتدت تاني ماشي تجيب دم من عينيها ودم من بقها، ولو نامت 5 دقايق تلاقي نسبه دم رهيبه مغرقه المخده بحالها. كان موقفك بيبقى ازاي لما تشوف بنتك بتنزل دم من كل حته؟ ما بيكا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيأذي بني آدم، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يدمر أسرة. رب البيت انهار زي ما حضراتكم شايفين، صرف كل فلوسه على أولاده وعلى بناته، نفسه يشوفهم طبيعيين زي بقية الناس، ولكن للأسف الشديد في ناس معدومة الرحمة الإنسانية. ما احنا خفينا وبقينا زي الفل، خفينا الحمد لله وبقينا زي الفل. ان شاء الله ربنا مش هيعودها تاني باذن الله، وربنا ينتقم من اللي اذاك ومن اللي اذى باباك واذى بيتكم كل. حبيبتي انا مش عايزاكي تعيطي، انت بقى بقيتي القدوه دلوقتي لماما واخواتك، عايزاهم يخفوا زي صح؟ ايوه طبعا. فانت قولي لهم يعني اجمدوا كده وانت شجعيهم وما تعيطيش قدامهم علشان خاطر يخفوا زي. ادعيلهم بقى بالشفاء هما كمان. ربنا يشفيهم ويشفيهم. عايزه من حضرتك كلمه للناس المؤذيه اللي بتأذي بعض. بقول حسب الله ونعم الوكيل في كل من مشي في الطريق ده وكل من اذى حد، ولا وانت جاي نعمل فيه اوسخ من كده واشد من كده ان شاء الله، بس بعيد عننا باذن الله. حقهم راجع باذن الله، ربنا هينتقم ان شاء الله. معايا دلوقتي خطيب ايات اللي تمسك بيها رغم التعب ورغم المأساة اللي هي عايشاها، وكان متمسك بيها لاخر لحظة، وبيحضر معاها كل جلسات القرآن الكريم اللي كانت بتتقري على ايات. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. فرحانة بيك جدا، وربنا يا رب يدوم الحب والود ما بينكم. يعني كان ممكن حد تاني يقول لا خلاص انا كده. ده كل حاجه بتاع ربنا، ومش في حكمه ربنا حاجه، يعني الحمد لله على كل حاجه. عرفت ازاي ان هي تعبانه؟ لما كنت بتشوفها كنت بتشوفها ازاي؟ كانت مثلا بتجيب دم من عينيها، بتسمع الأذان بتصوت، بتجيب دم من بقها. فكانت حاجات كتيره كده على طول يعني، فالحمد لله على كل حاجه. فبس مش اكتر يعني. حضرت معاه وهي في المستشفيات وكده؟ لا ما كانش في مستشفيات بقى، وكان الشيوخ بتيجي فكنا بنروح، وكانوا بيجوا هنا فكنت ببقى قاعد وشايف. والحمد لله على كل حال عامه يعني. بس مش حاجه تاني. احساسك ايه بين الناس اللي ضرت خطيبتك واهل بيتهم، حماتك واخواتها البنات، اخوات ايات البنات كلهم؟ انا شايفه ان هم تعبانين. يعني انت لما بتدخل البيت بتحس بايه؟ عايز تقول للناس اللي اذت الناس ديت ايه؟ عايز اقول حسب الله ونعم الوكيل في كل من اذى حد، واللي ما يرضوش على نفسه ما يرضوش على الناس ولا على بنات الناس. يعني هي دي مثلا عيله ما ذنبهاش حاجه، سواء مثلا حد اذي او مشاكل مع اهلها، العيال مالهاش دعوه بالكلام ده كله. فحسب الله ونعم الوكيل في كله ده اذي وكله ظالم حد، بس مش اكتر. ان شاء الله خير، وبتمنى لكم السعاده ان شاء الله. الفرح قريب باذن الله، وتدعونا بعد شفاء العاجل لوالدتها واخواتها البنات زيها باذن الله. تشرفينا يا باشا.
بكده انتهت حلقتنا النهارده. دمتم في رعاية الله، والله كان معكم سميحة صلاح في حديث الشارع.